البطارخ بالذات لو مجمدة ممنوع نفكها تحت الحنفية، عشان لو حطيناها كده وفتحنا عليها الحنفية لما تفك هتبوش مننا وتروح كلها في الحوض. اما نعمل ايه؟ ده كيلو بطارخ اهو مجمد، انا جبته زي ما هو سليم عشان مستعجل عليه، بفكه على الجريلا على نار هادية واحدة واحدة كده وانا بشوي الجمبري. البطارخ طبعا بتتعمل مشوية بالزبدة وبتتعمل طواجن وبتتعمل مقلي، ولها حاجات وحاجات وحكايات مع البطارخ. تعالوا مع بعض نقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس هتقول لي يعني ايه بطارخ ديت؟ يا جماعة أجنة السمك في فصل الشتاء هنلاقي كل الأسماك فيها بطروخ، ودي قيمة غذائية عالية جدا وسعرها عالي بس مفيدة قوي. طيب احنا عايزين بقى نتعامل مع البطارخ، لو جبناها طازة وعايزين نعينها نعملها بعد يومين بعد 3، لازم نحطها في الفريزر لما تفرز معانا. طيب لو احنا عايزين نشويها بقى قبلها بساعة او بساعتين كده، نطلع البطارخ من الفريزر نسيبها شوية تفك لوحدها، ما نحطهاش في مية ولا اي حاجة. فكت البطارخ نروح بقى في عرق صغير كده في جنب البطارخ نشيله عشان ما تمررش. والاول خد مني المشهد الحلو ده، الجمبري انا هنا قلبته لما خد اللون الاحمر، وبدله بقى الصوص والخلطة والتتبيلة كله مع بعضه. عندنا المستردة وعندنا الزبدة، توم، جزر، كرفس، فلفل اخضر، ليمون، ملح، كمون، شطة، كزبرة، زيت، كل ده بنحطه في تتبيلة الجمبري مع البصل والفلفل والطماطم، ونشوي شوية جمبري جنب البطارخ. طيب الحكاية النهاردة عن البطارخ بالذات مشوية زبدة على الجريلا او في طاسة على البوتاجاز. انا جبت البطارخ بعد ما اتفرزت طبعا وقعدت فترة في التلاجة، هنجيبها بقى نطلعها ونسخن الجريلا بتاعتنا بشوية زيت ونحط البطارخ، وكل شوية نقلبها كده لما تفك لوحدها على الايه، على الجريلا، عشان لو حطيناها تحت الحنفية راحت البطارخ. كيلو البطارخ غالي وقيمتها الغذائية عالية، ما ينفعش نضيعها مننا، وعشان كده عملت حلقة مخصوص للبطارخ النهاردة. هطلع الجمبري بقى بعد ما استوى معايا اهو، ركز معايا هتشوف شكل البطارخ وهقول لك تحط عليها ايه بالظبط. هنا الجمبري المشوي بالخلطة على الجريلا هنقدمه برضه جنب البطارخ النهاردة. احلى بطارخ ايه يا شيف رضا؟ عندنا طبعا في فصل الشتاء بيبقى اشهر بطارخ موجودة هي بطارخ الايه، البوري، والبور الطبارة بالاخص. لما تلاقي السمك مبطرخ يبقى تاخده سليم زي ما هو، ما تفتحوش، اعمله مقفول زيت وليمون او رده مقفول زي ما هو، او لو هتنضفه طلع البطارخ بتاعته وشويها هتستعملها تبقى حلوة قوي. هنا بقى طلعنا الجمبري خلاص اهو، خليه في جنب كده اتشوى بالخلطة، وهنا البطارخ واحدة واحدة فكت اهي. طبعا هقول لك على تكة حلوة وانت بتعملها على الجريلا، لما البطارخ تبقى سليمة مثلا وكتيرة قوي بالشكل ده كده كيلو مثلا، هنعمل ايه؟ هنجيب غطا ونغطيها وندي لها سنة مية صغيرة، المية دي هتعمل بخار فهتخلي البطارخ تفك معانا بسرعة زي ما انا عملت كده اهو. انا غطيتها برضو بغطا وشلته لما فكت معايا. هحط بقى الزبدة. البطارخ بتتعمل بايه؟ اول حاجة ممكن نجيب طاسة ونحمر فيها شوية توم كده يقربوا يحمروا مننا، نقوموا نازلين البطارخ عليها، يعني التوم ما يحمرش قوي، وانزل بالبطارخ واشوح كده اهو الايه، البطارخ مع التوم مع الزبدة، وابدا اديلها شوية ملح وفلفل اسمر، سنة كمون بسيطة وسنة كزبرة، وابدا بقى اديلها الايه، الليمون في الاخر، يبقى خدت ايه، توم وزبدة وليمون وملح وفلفل اسمر وشويه كمون وشويه كزبره. دي الطريقه بتاعت الايه، الطاسه. اما الجريلا بقى فكتها بالشكل ده، وابدا اسقيها الزبده بتاعتها، واحط عليها شويه الملح والفلفل الاسمر والليمونه. عايزين توم، نحمر التوم في جنب لوحده ونرشه على البطارخ مع شويه شبت وكزبره خضراء وشويه بقدونس. وبص على المشهد بقى، هتبقى احلى اكلة بطارخ. تنصحنا نعملوها ايه افضل؟ مشوية بالزبدة رقم 1. 2، تتعامل طاجن بالكاري، وتتعامل طاجن ميكس كده مع بيض الصبيط مع السيبيا ومع الجمبري مع البطارخ زي الفل الطواجن. هنا بحط رشة الملح مع البهارات وخدت الزبدة في الاخر بقى كده. انا شو بص قرب، انا بغطيها اهو عشان تكمل سواها وتفك معايا وتطلع زي الفل كده. البطارخ استوت اهو. الليمون بقى عند الطلب، اعصر ليمون براحتك
بألف هنا وشفا اهو. طيب بتتعمل مقلي؟ طيب بتتعمل شوربه؟ بتتعمل شوربه سي فود. مع الشوربه السي فود بتبقى حلوه قوي، اسمها شوربه فياجرا. لما بنضيف عليها البطارخ بتبقى عندنا الكابوريا والجندوفلي والجمبري والسيبيا والفيليه. الله يا سلام على الجمال، ريحتها وطعمها جنان يا جماعه. بتتعمل طاجن بالصوص الاحمر. ان شاء الله كل ده هنتكلم عنه بعدين. يلا كلنا كده نعمل متابعه عشان لما تنزل الفيديوهات القادمة كلنا نشوفها. وتأمل معايا المشهد في الآخر بقى اهو. بص بص بص، قرب، شايف الجمال؟ هنقدمها مع ايه؟ بص تعالى الأول، تعالى لسه أيوه. الجمبري بقى على فلامبيه، وجنب منه البطارخ، شوية رز صيادية. يا رب يكون الفيديو النهاردة مفيد. لو عندكم أي سؤال سيبوهولي في التعليقات وأنا هرد عليه، وقولوا لي رأيكم اهو في الفيديو النهارده حلو ولا لا. بص بص بص، الله يا سلام. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.